السلام عليكم متتبعي قناة إيموبيليير فاليدور بمدينة الداخلة. أولا تلقيت الأسئلة علاش اختارينا اسم ديال فاليدور الداخلة. بالنسبة إيموبيليير فاليدور الداخلة فهي واحد الاسم اختاريناه باش نخدموا على العلامة التجارية، حيتاش باش تخدم على العلامة التجارية ديالك ما خصش يكون اسم شخصي يعني في القناة أو في العلامة التجارية، خاصها تكون يعني أكثر احترافية، يعني تكون بروفيسيونيل، حيت حنا التوجه ديالنا بغينا نخدموا على اللوغو ديالنا إن شاء الله باش نشدوا مجموعة من المدن نتكلفوا بالعقار ديالها. ودابا حاليا بدينا بالمناطق اللي قريبة لمدينة الداخلة بحال بوجدور، بحال مدينة العيون، بحال يعني كاع المناطق اللي قريبة لمدينة الداخلة حاليا يعني غادي نديروا فيها الفروع ديال الشركه ديالنا ديال إيموبيليير فاليدور. هذه من جهه. اكيد كلكم سمعتوا المحطات ديال استيراد الغاز الطبيعي. هذه المحطات كلكم سمعتوا بها، تكلموا على الصحف العالميه والصحف المغربيه، لكن الاغلبيه ما عرفش هذه المحطات يعني فين غادي يكونوا. هذه المحطات غادي تكون وحده في المحمديه، وحده في الناظور، وحده هنا في الداخله بيكا 40. يعني غادي تكون هذه المحطه في الداخله اللي غادي صراحه تطلع بالديناميه ديال المدينه، وغادي نشوفوا المدينه فيها مجموعه من المستثمرين، غادي نشوفوا المدينه ما عندهاش علاقه غير بالفلاحه والصيد البحري، غادي نشوفوا في المدينه في المستقبل القريب يعني فيها مصانع، وهذا هو الاهم. يعني المصانع اللي غتكون في مدينه الداخله والذهب غادي تدخلنا بزاف ديال الناس المدينه الداخله، منهم شركات غادي يبغيو يديروا فروع ديالهم هنا في مدينه الداخله، ومستثمرين اجانب خصوصا في هذا المجال ديال الصناعه. وبالتالي غادي المنطقه غادي تعرف واحد الانتعاش كبير خصوصا في العقار، خصوصا كنقولها وكنعاود ناكد عليها في مشكل السكن اللي هي صراحه كاينه حاليا ازمه في السكن، وغادي ان شاء الله يتحل هذا المشكل ديال السكن الى تلقوا مجموعه من التجهيزات. حنا الحمد لله اليوم كنشوفوا يعني الدوله والمسؤولين هنا في مدينه الداخله على رئيسهم رئيس المجلس البلدي، نشكر هذا المنبر انهم راه كيقادوا البنيه التحتيه من المشكل ديال الماء، وكتعاود يعني كنشوفوا الاناره يعني كتعاود مجموعه من الاحياء، حيت صراحه البنيه التحتيه هي الركيزه الاولى اللي خصها يعني التركيز، حيت ما يمكنناش نتكلموا على الاستثمارات ونتكلموا على مجموعه من المشاريع الضخمه وحنا عندنا مشكل ديال البنيه التحتيه. حاليا هذا المشكل هذا راه قيد المعالجه، في حين كاينين مشاريع اللي غادي يجيو ان شاء الله غيطلعوا بالديناميه ديال المدينه، منهم بزاف ديال المشاريع. هاد المشاريع هادو اللي غادي تجعل المدينه ديال الداخله اكبر وجهه اقتصاديه هنا في المغرب وكذلك في افريقيا. حتى هاد المستثمرين اللي غادي ان شاء الله في المستقبل القريب غيدخلوا واحد الكم هائل، التوجه ديال الدوله هنايا خدامه باش ان شاء الله تجدد المطار ديال الداخله بواحد يعني الطاقه استيعابيه ديال ازيد من 1,000,000 يعني مسافر سنويا. حتى لهنا ما ساليناش باقي البروجي الكبير ديال الطريق السريع داخله تيزنيت اللي في طور الانجاز. هذا المشروع داخل تيزنيت الداخله هو واحد الطريق اللي صراحه غتسهل لنا بزاف ديال الامور وبزاف ديال العراقيل، خصوصا الشاحنات اللي كيديروا الجنوب وكيمشيو موريتانيا وكذلك بعض الدول الافريقيه. وما نساوش مشروع ثاني، مشروع الملعب الكبير، الملعب الاولمبي اللي غادي يتسع ل 15,000 متفرج في مساحه ديال 50 هكتار. كذلك كاين مشروع كبير، مشروع المصحه اللي غادي يدار هنا في مدينه الداخله، مصحه عالميه في الصناعه والاقتصاد بمواصفات عالميه. هذه المشاريع كلها صراحه غادي تجعل مدينه الداخله
اكبر منطقه المشاريع ديال تصفيه تحليه المياه البحر. كاين 5000 هكتار ديال الفلاحه، يعني كاين الصيد البحري، يعني تبارك الله اللهم بارك. هذا الشيء كله ان شاء الله في المستقبل القريب يرجع على ساكنه مدينه الداخله يعني بشكل ايجابي. ما نساوش يعني اكبر يعني غادي يدير يعني هنا في الداخله غتكون مراكز انتاج الهيدروجين. يعني بالنسبه للمنطقه الداخله غادي تولي منطقه صناعيه بامتياز. ازيد من 248 يعني مشروع استثماري غادي يدار هنا في مدينه الداخله، يعني بمبلغ قدره 231 مليار ديال الدرهم. وهذا الاستثمار غادي يخلق لنا ازيد من 17000 يد عامله. يعني تبارك الله اللهم بارك. مدينه الداخله هذا الشيء كلها غادي يطلع بالديناميه ديال المدينه، وهذا هو اللي بغينا حنايا، وهذا هو المطلوب. يعني مشكورين يعني المسؤولين جزيل الشكر على كل ما قدموه من اجل يعني يردوا المدينه يعني واحد المنطقه اللي مزيانه، واحد المنطقه اللي كيتضرب بها المثل. وبالتالي منطقه الداخله ما غاديش تولي معروفه بالصيد البحري والفلاحه، لكن مستقبلا غادي تولي فيها مجموعه من المجالات، خصوصا في هذه المجالات اللي ذكرت لكم دابا. يعني غتولي معروفه حتى بالصناعه، يعني غتولي معروفه حتى بالصناعه. هنا غادي دار فيه محطه كيف ما قلت لكم ديال الغاز الطبيعي المسال، اللي هاد المحطات دارت وحده في المحمديه، وحده في الناظور، وحده غتكون هنا في مدينه الداخله. وفي النهايه ما تنساش دير واحد لايك او كومونتير وتابونا عندي في القناه باش ان شاء الله يوصلك كل ما هو جديد. البنيات التحتية التي يعرفها المغرب، إضافة إلى أنه مشروع مهيكل للجهة ولا بناء أساسي لتنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. غادي يلعب دور هام فيما يخص جلب وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية لجهة الداخلة والذهب، وسيكون له وقعا هاما فيما يخص خلق فرص شغل وتوطين شركات، سواء تعلق الأمر بالميناء أو بالمنطقة اللوجستية المحاذية له.